نائب رئيس مجلس إدارة فريق حياة بلا تدخين، الشخصية الإعلامية والدينية الجميلة الأستاذ مصطفى حسني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أولا بشكر فريق حياة بلا تدخين زي ما نادر أخوي قال إن هم سمحوا لنا الانضمام ليهم وإن احنا نوصل صوتنا للناس عن طريقهم. وبشكر طبعا منظمة الصحة العالمية، الجهة العالمية اللي بتشجعنا على طول وبتساعدنا على طول. الواحد بيبقى محتاج حد يشجعه ويقول له انت ماشي على الطريق الصح، فلما يلاقي المنظمات العالمية وبيلاقي الناس حواليه كده ويشوف التشجيع في عيون الناس بيتشجع. عايز ارجع لورا بيكم شوية كده من منطلق ان احنا في حياة بلا تدخين. كل واحد فينا متأكد ان ربنا خلقه الهدف في الدنيا دي، وان هو لو ما زودش حاجة في مجتمعه وبلده هو هيبقى عايش زائد على هذا المجتمع والبلد. من منطلق الوفاء ان اي حد عنده خير عايز يقدمه المفروض الاول يبص حواليه ويبدأ بأهله وناسه وبلاده. كانت فكرة حياة بلا تدخين. احنا بقالنا حوالي 3 سنين، يمكن علاقتنا بالمنظمات العالمية او الرسمية بقالها 1.5 سنة، لكن مجهود الشباب والبنات الفريق بدأ من 3 سنين. بدأ فكرة لرئيس مجلس إدارة مدام نسرين دبوس، يمكن هي على طول ما بتتكلمش وبتصدرنا احنا للكلام، ويمكن يكون ده من تمام الأجر ليها ان هي مش لازم تكون ظاهرة. بدأت الفكرة عند مدام نسرين دبوس بطريقة فردية، ثم بعد ذلك بدأت تدعو الناس أو تستقطب الناس المؤثرين في المجتمع. وسبحان الله يا جماعة، بجد بلادنا مليانة خير، وأي حد من الناس المشهورين أو المشغولين اللي تظن أنه ما عندوش وقت أو إنسان مادي عشان تجيبه يتكلم أو يساعد، محتاج أنك أنت تديله مقابل. الكلام ده بفضل الله عز وجل مش موجود عند ناس كتير قوي، سواء كان من الناس الفنيين أو من الرياضيين أو من أي شخصية بارزة في المجتمع وقته غالي. أي حد بنقوله تعالى بيجي بفضل الله عز وجل. إحنا لو أنتوا بصيتوا في كتاب صغير مطبوع جوه البروشور اللي قدامكم، إحنا عندنا يعني عشرات الناس اللي بتساعد في ندوات حياة بلا تدخين. فأنا عايز أقول إن الخير بفضل الله عز وجل في بلادنا وفي أمتنا. الحمد لله كانت طريقة حياة بلا تدخين كانت طريقة غير تقليدية. احنا على طول اي مكان بنخش واحنا بفضل الله سبحانه وتعالى دخلنا اماكن كتير قوي في البلد، اغلب جامعات البلد دخلناها، وجزء من جامعات البلد. ولازم اشيد واثني على الجامعه الكنديه CIC اول جامعه في بلدنا من غير تدخين. تخيل جامعه كامله ممنوع فيها التدخين من اول السور بتاعها، من اكبر اسم لغايه اصغر طالب فيها واصغر عامل فيها. دخلنا اماكن كتير جدا جدا بطريقه مختلفه. بنعمل ندوات ساعات بيتكلم فيها الناس المتخصصين من دكاترة أو دعاء أو شخصيات مشهورة بتقول إن إحنا عايزين نعيش عيشة سعيدة في الدنيا، بس في نفس الوقت ما نبقاش ضارين لنفسنا ولغيرنا. وبعدين بنعمل زي مهرجان كده بيجي لعيبة الكورة فيه يلعبوا ونكرم فيه الناس المسؤولين الأقلاع عن التدخين. أنا هقول لكم حاجة أنا شفتها بعينيا، خدعة كبيرة قوي إن الناس تقول الشباب ما فيش منهم أمل. والله العظيم يا جماعة شبابنا زي الفل، بس الايادي اللي بتشده في البعد عن ربنا والبعد عن الاخلاق الكويسه كتير. عشان كده اي ايد خير بتقول له قرب لربك سبحانه وتعالى وقرب للاخلاق اللي تعيشك في الدنيا محبوب، اي ايد بتمتد على طول الشباب بيتجمع حواليها. واي رايه خير بتترفع الشباب بيقعدوا يبصوا لها كده ويتمنوا ان هم يكونوا هم اللي رافعين الرايه دي. مئات الشباب، مش عايز اقول الاف عشان ما بقاش مبالغ، لكن مئات الشباب بيبطلوا شهريا معانا او كل فتره. بجد الناس فيها خير، لكن محتاجين واحد ربنا عز وجل اداله القدر انه يرفع الرايه، فتلاقي الناس اتجمعت حواليه. فانا بشكر كل صاحب مكان وكل اداره جامعه وكل اداره نادي، حتى الجهات الامنيه اللي سمحت لنا احنا ننتشر في اماكن كتيره في البلد، لازم اشكرهم. ارجع ورا بسرعه معاكم على حاجه مرتبطه بكلمه او سلوجن كده، شعار انتوا شايفينه اسمه كن حرا ولا تكن عبدا لها. احنا اخترنا الشعار ده ليه؟ لان ربنا عز وجل كرم البني آدم. قال رب العالمين ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. البني آدم مخلوق ما بيتركبش، مش زي الحيوانات. البني آدم ليه أهداف مش جزء من أهداف حد تاني. ممكن يكون الحيوان كده بيستغل، ليس له هدف في الدنيا. البني آدم مش كده، البني آدم خلق عشان يكون حر، عبد ربنا سبحانه وتعالى. واحنا الموضوع ده احنا حازمين فيه قوي. احنا بنقول لكل حته احنا بنروحها اياك انك تكون جزء من اهداف الاخرين.
إياك إنك أنت مش مهم حياتك ولا دنيتك ولا مقامك عند ربنا سبحانه وتعالى، بس شوية قرشينات بيطلعوا منك لجيوب المسؤولين أو اللي بيتربحوا من مسألة السجاير. أنت حر، أنت مش عبد. ما تخليش حد غير الله الكريم الرحيم الودود يستعبدك ويخليك جزء من حياته. علشان كده أنا من منطلق دوري كداعية، والداعية جاي يعمل ما تخلي دكتور أحسن يتكلم يبين للناس ضرر الموضوع ده. يا جماعة التدخين هو جزء كبير جدا من حساب ربنا للناس يوم القيامة، لأن ربنا بيتجاوز عن حقوقه. ممكن واحد يأثر في حق ربنا يسامحه، لكن صدقني أنا لو شربت سجارة وحضرتك يا اللي جنبي خدت منها 80% وأنا شربت 20% عشان الفلتر اللي أنا حاطه في بقي، مش بشرب السيجارة، بالعكس بشربها بالفلتر عشان ما اضرش نفسي 100%، ممكن ربنا يسامحني في حقه لكن مش هيسامحني في حق اللي جنبي. عشان كده أنا قلت لازم أطلع بره الجامع وابقى في وسط جمعية بتقول للناس إذا كنا إحنا عندنا مشكلة في العيش، فإحنا عندنا على الأقل 50 مليون جنيه بيتصرفوا في اليوم في بلادنا دي، فكان لازم دور الدعوة يكون موجود. عايز أختم بحاجة، عايز أختم بأن الحمد لله رب العالمين ناس كتير جدا بتساعدنا من طوائف مختلفة في المجتمع، حتى من أديان مختلفة. إحنا الحمد لله مصريين عندنا في الحتة دي وضوح إن إحنا كلنا بنمد إيدينا، وكل واحد فينا يا جماعة لازم يعرف فين عصا موسى بتاعته. ولا الكلمة دي بختم بيها عشان ما سيبش أي واحد فيكم إلا وهو طالع من هنا بيفكر أين عصا موسى بتاعتي. عصا موسى هي القدرة اللي في ايدين كل واحد اللي مش عارف دي ايه. سيدنا موسى هذا الرسول اللي كل الأديان تعرفه، وما تلك بيمينك يا موسى، ايه اللي في ايدك ده؟ قالوا دي عصايا بهش بيها على الغنم، هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بيها على غنمي، وساعات بستخدمها في حاجات تانية، لكن في الآخر حتة عصايا خشب. العصايا دي اللي كان سيدنا موسى مش عارف قدرتها، ربنا نجاه بيها من فرعون، ونجى بيها بلده كلها بني إسرائيل، وكان كل ما يعطشوا يضرب بعصا الحجر. فالعصايا الخشب القدرة اللي مش عارفها كل واحد فينا، كل واحد فينا عنده عصا موسى. يمكن تكون عصا موسى أنا في الحنجرة بتاعتي اللي بتتكلم، أو في قلبي اللي بيحس بالناس ونفسي أقول لهم حاجة. يمكن عصا موسى في فلوس ربنا اللي عندك، فلوس ربنا اللي عندك. يمكن عصا موسى في المنصب اللي الله اداهولك. يمكن عصا موسى في تأثيرك في الناس. لكن في الآخر كل واحد هيتسأل عملت ايه بعصا موسى اللي معاك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، كل واحد ربنا خلقه الهدف. فبوصي كل واحد قاعد معانا هنا اللي يكون ليه دور، عشان في الدنيا نعيش سعداء وبنحب بعض، ولما نروح عند ربنا يقول عملتوا ايه نقول له يا رب احنا عملنا حاجة ساعدنا بيها الناس. فربنا يوفق حياة بلا تدخين، ويا رب يعني يرضوا بينا كده على طول بنساعد معاهم، ويسمحوا لنا على طول ان احنا كده. يعني انا ما كنتش هقعد على المنصة الغالية اللي بيقعد عليها اكابر البلد الا عن طريق حياة بلا تدخين. فانا بشكرهم وبشكر كل واحد بيساهم معانا، بشكر الناس الطيبين المشغولين اللي ادونا من وقتهم وجم عندنا النهاردة علشان يعني يحضروا الحدث ده. ولم يبقى الا ان اقول لكم ربنا يتقبل منكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. صحيح العمر بيعدي، لكني حاضن حلم بتحدي، لا يوم هسيبه يموت ولا يصدي، ولا يبقى يوم حدوته كان يا مكان.